اللعيبه دي ما ينفعش تلعب في الاهلي تاني، مع احترامي الكامل لشخصهم. انا ما اعرفش قفشه رجع الاهلي تاني ليه، وقفشه من ساعه القضيه وانا مش شايفه. بطيء جدا في الحركه، الترنات بتاعته بطيئه جدا، مش منتج بالمره، والميزه اللي كانت بتميزه انه بيقدر يباصي صح ويعمل سروهات ما بقتش موجوده. فكفايه عليه قوي لحد كده، لان جسمه ضعيف ما بيقدرش يلتحم، ومش سريع، مفيش باص صح بيطلع من رجله. تاني لعيب وانا مش عارف هو فعلا ماسك زل على الاهلي ولا ايه، هو كوكا. انا عايز واحد بس يقول لي كوكا بيعمل ايه في الملعب من يوم ما بدا لحد دلوقتي. معظم كوره مش باص، مع انه صغير بس بطيء في الحركه، ما عندوش روح الابتكار، يقدر يعمل لعبه مثلا انت مش متوقعها، غشيم قوي في لعبه. انا ما اعرفش ازاي بيلعب في الاهلي. طاهر محمد طاهر، عايز برضه حد يشرح لي هو بيعمل ايه في الاهلي. هل بياخد الكوره مثلا وبيجري على الطرف وبيعمل عرضيات؟ لا. طب هل هو الجناح اللي بيشوط ورجله تقيله على الجون ومظبوط على الجون؟ برضه لا. طب هل هو الجناح اللي بيقدر يخش لجوه وبيلعب بدماغه حلو وبرجله حلو؟ لا برضه. طب هل هو دفاعيا قوي قوي؟ برضه لا. ازاي ده الجناح الاساسي بتاع الاهلي ورقم 7 والنجم بتاع الاهلي؟ ازاي؟ مش عارف. ياسين مرعي، مش عارف ازاي ده المدافع الاساسي للنادي الاهلي. حركته بطيئه جدا، ما عندوش مرونه، باصاته معظمها غلط على الارض، بيترقص بسهوله جدا. ازاي ده اهم واحد عندنا في الدفاع واخر واحد في الملعب؟ مش عارف. احمد عيد، ما اعرفش جه الاهلي ازاي برضه. لعيب كورته ضعيفه جدا، مش سريع، مش قوي، عرضياته مش مظبوطه. طب بيلعب في الاهلي ليه؟ جبناه ليه؟ دول لحد دلوقتي اتمنى ان هم يغيروا ادائهم ويبقوا احسن من كده. بس انا وجهه نظري ان الاهلي مش مكان تجارب. الاهلي بيجيب اللعيبه الجاهزه، ما ينفعش اللعيبه دي تعتمد عليها خالص في اللي جاي، لان مستواهم اقل بكتير قوي من النادي الاهلي. عايز اعرف رايك انت، هل متفق معايا في كلامي ولا شايف ان انا غلط وجاي على اللعيبه دي؟ قول لي رايك ايه في اللعيبه دي في الكومنتات.